السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي. النهاردة هنعمل الجلاش بطريقة مميزة والطعم خطير كالعادة إن شاء الله. هنعمل ايه النهاردة يا بنات؟ هنعمل الجلاش المصري الأصيل بكل أسراره في قلب البيت إن شاء الله. عايزة عندك عزومة وعايز تعملي الجلاش، عندك أي مناسبة عايز تعملي صينية كده تشرفك، الجلاش المصري مورق وخطير كريسبي كده من بره ومن جوه طري. يبقى لازم تشوف الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو كلنا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. طيب النهاردة هنعمل الجلاش بكل أسراره وهنقولها في الفيديو ده. بس كلنا ما ننساش اللايك بتاع الفيديو. تمام يا بنات، سبسكرايب للقناة تحت الفيديو مكتوب مربع أحمر كده، بتضغط على الكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. شايفين العظمة دي؟ عاملين طبعا بحشوة مختلفة تماما، مورق كده وفي نفس الوقت طبقات كده في منتهى الجمال، وكمان بيبقى كريسبي كده من بره ومن جوه طري متحمر من تحت. يعني كل اسرار الجلاش هتلاقيه في الفيديو ده. شايفين العظمة؟ ان شاء الله هتمشي على نفس الخطوات دي يا بنات، هيعجبكم جدا وتقولوا لي كمان ارائكم في الكومنتات. لو عجبكم طبعا الفيديو شيروا ما بين صحابكم عشان الفائدة بتاعة الفيديو طبعا. يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على المقادير بتاعتنا. عندي هنا طاسة حطيت فيها 3 بصلات متوسطين او بصلتين كبار زي ما انت حابة. تمام، عملتهم كده في الكبة ناعم، وحضرت كمان 3-4 فصوص توم، لان انا بشوح البصلايه ما بخليهاش تاخد لون يا بنات، وبحط التوم عليها 3-4 فصوص كده، بيدي طعم ونكهة في منتهى الجمال. عندي هنا اللحمة المفرومة حطيتها اول ما شوحت البصل مع التوم. شايفين اللحمة المفرومة حطيتها كده بنات، ما بقلبهاش الا ما بتاخد صدمة كده من تحت، وبعدين بقلبها على الجنب التاني عشان ما تنزلش كل السوائل بتاعتها. دلوقتي نحط التوابل بتاعتنا. حطيت نص معلقة من الملح، وحطيت كمان نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، وحطيت كمان نص معلقة او ربع معلقة صغيرة من القرفة. نزلت كمان بطماطمية مبشورة، ونزلت كمان بفلفلاية حراقة اللي هي سبايسي عشان انا بحبها تكون سبايسي شويه. لو مش حابه ممكن تستكفي بس بالطماطميه المبشوره، او تحطي كمان قرن فلفل رومي عادي. بس امشي على نفس الخطوات لو عايز تجملي اجمل واحلى جلاش مع بعض. طبعا الجلاش هنا مع بعض حطيت انت مثلا الجلاش بتاعك الورق نفسه ممكن 12 قطعه، ممكن بتقسموهم 6 و6 زياده 14 او كده. المهم ان انت بتعملي النص تحت يا بنات والنص فوق. بتعملي ما بين كل طبقه وطبقه بتجيبي طبق فيه او بوله كده بتحطي فيها 3-4 معالق من الزبده، بتسيحهم كده معاكي، او السمنه البلدي بيكون طعمها خطير جدا في الحشوه دي يا بنات. ما بين كل ورقة جلاش والتانية بتحطي كده معلقة من الزبدة او الفرشة كده المتوفر عندك، بتعملي طبقات على اساس دي خطوات اساسية في منتهى الجمال. بتعملي لك كريسبي من جوه او طري من جوه كريسبي من بره، يعني بتبقى متحمر كده وفي منتهى اللذاذة. بعد ما حطيت ما بين كل طبقة وطبقة فرشة من الزيت او معلقة كده او معلقة من الزبدة المتوفر عندك، مفيش مشكلة. يعني موجود عندك زبدة او سمنة بلدي زي الفل، مش موجود يبقى زيت عادي. تمام، حطيت اللحمة المفرومة زي ما حضراتكم شايفين كده ووزعتها كمان، وحطيت الطبقات التانية بقى ما بين كل طبقة وطبقة زي ما اتفقنا معلقة اي مادة دهنية. تمام، اخر طبقة يا بنات من الجلاش لازم تكون متساوية وفي منتهى اللذاذة، على اساس ما تكونش متقطعة، تكون في منتهى الجمال كده، وفي نفس الوقت تكون مش متقطعة ولا حاجة. حطيت كده الطبقة الأخيرة تكون متساوية، وبحط عليها كمان معلقتين من الزبدة كده على الوش، ولازم أغلف جوه الصينية يا بنات من كل الاتجاهات. يعني آخر طبقة لازم تكون مدهونة كويس، أو بأي مادة دهنية المتوفر عندك زي ما انتوا شايفين كده. بالشكل ده يا بنات بوزعها كلها بالفرشة بالمعلقة المتوفر. اعمليه اي حاجة يا بنات، يعني مثلا حاجة ناقصة انت ممكن تستبدلها بحاجة تانية، زبدة، سمنة بلدي، زيت، مش هتقول لا. امشي بس على نفس الخطوات ديت ان شاء الله تعجبكم جدا.
طبعا الجلاش المصري بتاعنا يا بنات بيشرف في اي عزومه، في المناسبات، بتعملي لاولادك تغيير واكله لذيذه جدا والكل بيعشقها. الجلاش المصري الخطير. طبعا الجلاش المصري ده مرتبط عندنا بالعيد الاضحى، بس احنا بنعمله طبعا كده في ايام لذيذه، في المناسبه، في ايام الاسبوع يومين كده او اي شيء، يعني بتغيري كده في الاكلات على اساس طبعا محبوب. الجلاش ده كل الاطفال والكبار بيحبوه. وزعت كده خلاص الزبدة او معلقتين السمنة. انا حطيت بصراحة معلقتين زبدة مع معلقة سمنة بلدي عشان بتدي طعم ونكهة خطيرة. تمام. دلوقتي انا هحطه في الفرن يا بنات، انا مولعة الفرن على حرارة درجة 180. تمام. بيسخن كده 10 دقايق، وبعد كده بتحطوا الجلاش في الرف الاوسط، ومن تحت بس بتولعي الشواية كمان يا بنات. امشي بس على نفس الخطوات عشان تجملي اجمل واحلى جلاش في منتهى اللذاذة. سخنت الفرن 10 دقايق. تمام. بعد كده حطيته في الرف الاوسط وسخنته من تحت بس. بتشغلي المروحه عشان ياخد تشميعه. انا ما بشغلش خالص الشوايه من فوق، بس لو في مشكله او ما فيش مروحه بيستوى بقى. طبعا بتحمر من الجوانب وبتاكدي ان اخد تشميعه، وبعدين بتولعي الفرن من فوق. هو كده انا حطيت بعد ما حطيت معلقتين الماده الدهنيه بالشكل ده كده يا بنات. لازم تقطعيه قبل ما تدخليه الفرن، بتقطعيه بالطريقه اللي تعجبك. انا قطعته كده هو جاهز معايا ان يدخل الفرن حالا. باخد التشميعة يا بنات. انا دلوقتي بحضر بقى شوب كبير كده، يعني كوب من الكبير جدا، بياخد كوب حليب او كوب لبن. تمام. تحط على بيضايه، ربع معلقه فلفل اسمر، وكمان رشه من الملح بسيطه، وكمان اللي بيديها تركه حلوه قوي وبخليه مرور جدا يا بنات ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام. بتقلبي كل ده في بعضه وتكون جاهزه معاكي. كده بعد ما اخد التشميع يا بنات في الفرن، هو اخد تشميعه كده، تشرب كده الماده الدهنيه، وفي نفس الوقت اخد يعني اتحمر من الجوانب كده. شايفين بالشكل ده؟ انا كده حضرت المج او الشوب الكبير من الحليب او اللبن بالفلفل الاسمر والبضايه، وربع معلقه رشه بسيطه جدا يا بنات سوري من الملح، ورشه بسيطه من البيكنج باودر. هنزل عليها بقى على الجلاش تشربها كده. شايفين من الجنب كده؟ شايفين الجوانب كلها اخدت اللون الاصفر الفاتح كده، يعني اتحمر حاجه بسيطه تشمع. عايزه تحطي يا بنات شوربه بس لو مش متوفر حليب او اللبن عادي، مفيش اي مشكله. بعد كده هندخله الفرن بياخد اللون الذهبي الرائع ده. شايفين العظمه؟ شايفين الجمال؟ لو وصلت هنا من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه، تحت الفيديو مكتوب مربع احمر، ضغط على الكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، ويا ريت تشير الفيديو ما بين اصحابك. تعالى كده نقطعه بقى نعيد تاني لما تبرد شويه وتهدى. هنقطعه كده ونحطه بقى، طبعا نقدمه في الاطباق. بتبقى اكله لذيذه جدا. جايباها ستريبس يا بنات او كنتاكي، اي حاجه متوفره موجوده، بتبقى غدوه مختلفه وكمان لذيذه وكله بيحبها. بتعمليها بكل سهوله في البيت. شايفين الجمال؟ شايفين العظمه دي يا بنات؟ متحمر من تحت، واخد التحميره اللذيذه اللي تعمل الكريسبي كده وطري من جوه، والحشوه بتاعتنا كمان خطيره. البيكنج باودر بيديله توريقه رهيبه كده. كل اسرار الجلاش المصري عملناها كلها في الفيديو ده، عشان تعملوا لايك للفيديو كتير لايكات يا بنات، وفي نفس الوقت تشيروا الفيديو، ويا ريت تشتركوا في القناه. لو عجبكم الفيديو وعايزين توصلكوا كل جديد من وصفاتي، اضغطوا لايك وسبسكرايب للقناه، وتحت الفيديو مكتوب مربع احمر اضغطوا على الكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. اشوفكم جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن. مع السلامه.